مين فينا ما بيحبش الملوخيه؟ بس عمرك سالت نفسك هي جت منين؟ مين اخترعها؟ طب عرف منين انها بتتاكل؟ يعني اللي شاف النبته دي في الارض عرف منين ان هيتحط عليها تقليه وهيتشهق عليها وهتطلع بالجمال ده؟ والاهم من كل ده، مين اللي اخترع الطبخه العظيمه دي؟ عملتوها ازاي؟ بتعملوها فين يا كفار؟ خليني في الاول احكي لك الحكايه من الاول. لا سلوى من الاول، من فضلك من الاول عشان بحب اسمع. الملوخيه يا سيدي يرجع اصلها لمصر القديمه، مش مصر القديمه البلد، مصر القديمه اللي هي مصر الفراعنه. كانوا بيعتقدوا المصريين القدماء ان نبته الملوخيه دي سامه، وكانوا بيسموها خيه. ولما احتل الهكسوس مصر اجبروا المصريين على تناول الملوخيه بالعافيه. حبيته من قلبك، حبيته. وقالوا عليها ملوخيه، اي كلوخيه. فالمصريين لقوا ان الملوخيه مش سامه ولا حاجه، وان طعمها حلو قوي. لا على اللي بالقشطه.